النهارده 3 مايو، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، اليوم أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزي العسكري بعد أن قررت إنهاء خدمتي كقائد عام للقوات المسلحة وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. أنا قضيت عمري كله جندي في خدمة الوطن وفي خدمة تطلعاته وآماله، وسأستمر إن شاء الله. الناس دي غيرت تاريخ بلد بصوت، الناس دي مستعد عشان نعيش تموت. فلتحيا مصر ويحيا شعب مصر، يستاهلوا ننحن لهم، أثبتوا إنهم أسود. الناس دي غيرت. على فكرة الأسود فعلا هم اللي بيقولوا تحيا مصر. تعالوا نقفوا جنب المستقبل، تعالوا نسنده اللي بجد هو أمل لمصر. تحيا مصر، تحيا مصر. من غير سلاح الكل راح جوه الميدان عشان يقول للظلم لا، وبالهتاف الكل شاف ربك نصرهم، أصل ربك رب حق. من غير سلاح الكل راح جوه فعلا ربك نصرهم لأنه هو رب حق، وخريطة الطريق بتكمل، وقريب جاي لنا رئيس أسد. أسد. تحيا مصر. تعالوا نقفوا جنب بجد اللي قال تحيا مصر، اللي قال مصر أم الدنيا هتكون قد الدنيا. تحيا مصر. بجد شعب مصر يستاهل رئيس حقيقي. رئيس مؤمن بكلمة تحيا مصر، حاسسها. الناس دي واقفة في ظهر مصرها بحماس، الناس دي فاتحة صدرها في وش الرصاص. يا بخت مصر بجيش وشعب مصر، إيمانهم بالبلد دي عندهم هو الأساس. من غير سلاح الكل راح. فعلا يا بخت مصر بشعبها وبابنها اللي قال مصر ام الدنيا هتبقى قد الدنيا. تحيا مصر، وان شاء الله بداية موفقة ونهاية هتكون فيها فعلا مصر قد الدنيا. تحيا مصر. الكل شاف ربك نصرهم، أصل ربك رب حق. الناس دي غيرت تاريخ بلد بصوت، الناس دي مستعدة عشان نعيش تموت. احنا جاهزين نموت بجد. فدا ترابك يا بلدنا، مبروك يا بلدنا، ابنك الجميل اللي مستعد ان هو يعمل مستحيل عشان تكوني قد الدنيا. تحيا مصر، تحيا مصر.